صباح الخير. عندي هذه اللمبتين، اللمبة هذه واللمبة هذه ما تشتغل، لها خلية هنا مركبة. اللي هذه وصلت ديركت هذا تشوفون عشان يولعن ولا ولعن. وقمت فتحت معظم العلب ببحث عن مشكلة وين. فتحت العلبة هذه سحبت الأسلاك تحركنا من بالجهة هذه. شفت إن المجموعة اللي نازل تحت اللي هي هذه رايحة جاية هنا. طيب نبي اللي من هنا مثلا السور. سحبت الأسلاك ما في فائدة. جيت وسحبت السلك هذا الأبيض مشى معي على طول. رجع واسحب الثاني ثابت. نظرت السلك شوف صار عليه حاصل انفجار تحت بالأرض. يعني هالسلك ذا لازم يبدل. هذا يمشي بسهولة. منين جاي الله أعلم. هذا مولع بعد. التمديد الأرضي ما ينصح فيه. هذا الحين 2 خضر واحد أبيض. الأبيض هو المحترق. نشوف يتحرك ولا لا. نعم يتحرك. بنربط سلكين مع هذا ونسحبها. يدخل ونطلع الجهة ذيك. طبعا الأمل باقي بالأخضر هذا بس. الأبيض والأخضر الثاني هذا خلاص خلف الله. أملنا بالله سبحانه ثم بها السلك هذا. إنسانه ما انقطع أمورنا طيبة. ضروري نوسع عليه نسحب الاثنين ذولي. طبعا أكيد 90% بيطلع لنا كمية ماء كثيرة بسبب الرطوبة الأرضية. ضروري إغلاق الطبلون لأنه بيطلع لك ماء كميات كبيرة رطب. أدافع البلد. الله يهم الله. شوفوا رابص بالماء. نبي نوقف الشغل هنا لين يجي واحد من الشباب بحيث انه يدفع السلك بقوة وانا اسحب وزن، يعني اسحب بشكل خفيف ما اشد بالحيل بحيث انه ما ينفصل السلك تحت بالارض هنا. نبي نوقف الشغل لما يجي احد الزملاء يساعدنا بانتظاره. عندنا عاد شغلة داخل. عسى الله يعين. وصلناه على خير اللهم لك الحمد. تجربة الحين والله يا فرق بين خليتين. تمام.